السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا معايا بقى مفاجأة ام رهف في مصيف بلطيم. طبعا مفاجأة تحفة وانا بحبها قوي قوي، ومستنياها تيجي بقالي اسبوعين قافلة على الله. كل سنة باجي هنا ما بقابلش غير ندى. حبيبتي حسناء، ده شرف ليا اصلا اول حاجة. وطبعا منورة بلطيم، ده منورة بقى والله. وتولي طبعا منورة اكتر يعني. تلون معايا من ساعتها بس راحت لمامتها، وربنا يخليها لك يا رب ويبارك لك فيها. عايزه اقول لكم بقى احنا قدام الملاهي، قدام الملاهي. حسناء راحت تركب النطيطه على فكره. استغفر الله. عايزه تركب مع العيال النطيطه. استمتعي بالنطيطه مع عيب يا ندى، احنا كبرنا على الكلام ده. طبعا بقى يا جماعه، انتوا زي ما انتوا شايفين ان انا كنت رايحه من بدري، يعني العصر كده تقريبا. مسافه بسيطه ما بيننا وما بين البحر والاجواء اللي انا هوريها لكم دلوقتي، يعني حاجه بسيطه خالص. طبعا صورت بقى، قعدت قدام البحر شويه كده، يعني كميه راحه نفسيه رهيبه. يعني اللي عايز يفرغ الطاقه السلبيه اللي فيه كلها يطلع على البحر، على شط البحر كده. البحر سبحان الله ربنا جعل فيه حاجة كده بتسحب الطاقة السلبية من الإنسان، وبتسحب أي حاجة وحشة، وبتغير لك المود كده، وبتلاقي الدنيا تمام خالص معاكي. فأنا قعدت كده على البحر شوية لحد ما الدنيا بدأت تليل. وطبعا بقى كنت رنيت على حسناء ان انا هقابلها وكده، وكمان انا كنت متفقه معاها يعني ان انا اجيب لها حاجه وكده. فاتقابلنا واتصدمت بقى ان هي يعني هي حاجه صغيره قوي. حتى انتوا شايفين الفرق ما بيني وما بينها في الفيديو. حاجه صغنطوطه جميله كده وعسوله خالص ومتواضعه خالص، مفيش اي حاجه. وعلى فكره مش اول مره اقابلها، قابلتها قبل كده وبس يعني ما تصورناش. بصراحة لما بقابلها يعني ببقى مستثقلة موضوع التصوير ده، ما برضوش اصور عشان خاطر الناس بتقعد تقول ان هي مصلحة وكده، وان انتي بتصوري معاها عشان تطلعي على اذا الكلام اللي انتوا فاهمينه ده كله. فانا منعا للكلام ده، مش بصور خالص. يعني اول مرة واول فيديو اصوره معاها وما صورتش تاني. حتى هي قالت لي تعاليلي وكده بالنهار نصور وكده، فبصراحة يعني احرجت ما روحتش. حتى هي كانت عامله حسابها ان انا اروح فما روحتش يعني. حبيت بقى اوريلكم الاجواء بالليل. طبعا يعني الاجواء بتبقى جميله 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 زي ما انتوا شايفين كده. بقى الولاد ركبوا الالعاب اللي في المصيف. يعني بصوا بيدخلوا كده الملاهي دي، مش عايزين يعدوا كده حاجة من غير ما يركبوها، عايزين يركبوا ده ويركبوا ده ويركبوا ده. يعني يعتبر بخليها اخر مرحلة خالص موضوع الالعاب دي، عشان خاطر يعني مثلا لو ركبوا شوية، ركبوا 3 4 5 على حسب بقى ما بيركبوا، وقعدنا تاني عايزين يركبوا تاني. فانا مثلا بقعد الهيهم نمشي شوية نجيب حاجة سناكس نتعشى كده، وبعد كده بخلي بقى الالعاب دي اخر حاجة خالص عشان خاطر ما اديلهمش فرصة. ده بقى طبعا المصيف بتقسم لشواطئ، ان كان الفنار، الامل، الزهرة، النرجس كده. فروحنا من شط لشط بقى نتعشى في المطعم اللي احنا بنتعشى فيه على طول، في مكان محدد كده بنروح على طول. فركبنا طفطف ورحنا ولعبوا تاني هناك. لو كنت قلبت الكاميرا كان في يعني العاب تانية في الشط ده. فروحنا من هنا لا جينا هنا.
فالاجواء بصراحه بتبقى حلوه، يعني مش عايزه اقول لكم ان الواحد لما بيجي المصيف يعني بيغير موده 360 درجه. فباذن الله بقى الصيف الجاي، لان خلاص الشتاء ما عادش حاجه في الشتاء في المصيف. الفيديو ده كان من بدري شويه، بس انا اتاخرت في يعني ان انا انزله. فحاليا مفيش مصيف، بس كده. دي كانت فلوكو بس في المصيف.